السلام عليكم الخوت، لكم وحشه. الفيلم بالخف ديالنا كيبدا مع كيت ومات، جوج ديال الازواج كيبغيو بعضياتهم، غينتقلوا لسكنه جديده فواحد المنزل قديم شويه كيحتاج لبعض الاصلاحات. هذا المنزل فيه جوج ديال الطبقات، الطبقه الفوقيه كان مازال فيها الاثاث القديم ديال الناس اللي كانوا ساكنين تما. مات غيبدا يجمع هاد الاثاث باش يلوحوا، وغيلقى واحد المفتاح د الحديد قديم حتى هو غيلوحوا مع الاثاث. وكيت غتكون كتنظف المطبخ وغتلقى واحد طويار ميت، وغتمشي للحديقه باش تدفنو، وغتخلع من الصوت ديال الاثاث اللي كان كيلوحوا مات من الطاقه. وفاش غتبغي تدفن طويار ما غتلقاش، وغترجع تكمل التنظيف. ومات كان فاش كينظف غيشوف باللي كاين واحد الباب مغطي بالكاريط، وغيزول هذا الكاريط وغيلقى الباب ديال واحد البيت، وغيجيب داك المفتاح اللي لاح وغيفتح الباب، وغيعيط للزوجه ديالو باش تشوف هذا البيت اللي لقى. لكن عادي غيحسبوها غير مساحه اضافيه في المنزل والسلام. وغيجي الليل وغادي يرتاحوا حيت عياو. وغيجي اليوم الثاني غيكونوا محتاجين معلم ديال الضوء، حيت الضوء ديال هذا المنزل فيه مشاكل. وغيهبط مات مع المعلم للاكاف، وغيلقاو السيستيم ديال الضوء فيه بزاف السلوكه مشبكين. هنا المعلم غيقول له باللي هاد السلوكه اللي كيعطيو الطاقه معقدين وقدام بزاف وما بقاوش كيصنعوهم دابا، وانه ما غيستطيعش يعدل هذا المشكل. وغيقول له واش انت ماشي من هذه المنطقه، حيت شي واحد في بلاصتك ما غيسكنش في هذا المنزل بالخصوص. هنا مات غيسولو علاش، المعلم غيجاوبو باللي في الماضي وقعت جريمه قتل في هذا المنزل، ومن ذاك الوقت ما جا يسكن فيه حتى حد. هنا مات غيدخل في حاله وغادي يقلب في النيت على هذا المنزل وشنو وقع فيه، وغيلقى باللي اصحاب المنزل تقتلوا على يد واحد خونا ما عنده حتى هويه وماشي مسجل في السيستيم ديال الدوله، وتم القبض عليه بعد ما قام بهذه الجريمه، وتحكم عليه بالسجن المؤبد في المستشفى ديال الحماق. والهويه ديالو مازال مجهوله حتى لدابا، وكيعيطوا له بسميه جون دو. وغيبقى يطالع على هذا المنتف حتى غيطيح عليه الليل. الزوجه ديالو غتكون داها النعاس، وغيمشي وغيغطيها، وغيطلع يجلس في ذاك البيت اللي لقاوه ومعاه قنينه ديال الويسكي، وغيبقى يشرب حتى غيساليها. وعلى نيتو غيقول كنتمنى شي قنينه جديده نكمل بها هذه الليله. وغيتصدف الضوء اللي حداه عاود غيشعل، لكن فاش غيشعل غيلقى واحد القنينه ديال الويسكي جديده. مات خاف من هذه اللقطه. وفاش طلع الصباح كيت غتفيق من الناس ولقات مات مازال فايق، ما جاش النعاس ليل كامل. دخلت عليه للبيت لقاتو كيتامل في اللوحه الاصليه ديال الفنان فان غوخ، والبيت فيه غير اللوحات الاصليه وبزاف ديال التواجه. مات هذه اللحظه طلب من الزوجه ديالو تمنى اي حاجه كتعجبها. كيت قالت له انا باغيه $1000، وبدا كيتطفى الضوء عاود كيجي. مات بدا كيقلب ولقى $1000 اللي تمناتها. كيت سولاتو واش هاد الشيء شي خدعه من الخدع ديالك، وهو يقول لها ما كاين لا خدعه لا والو، اللعيبه كامله كاينه في هذا البيت. ويقول لها زيدي تمني اي حاجه عاود. هنا كيت غتمنى $1,000,000. حقا غيمشي الضوء ويجي وغيلقاوها تما محطوطه. غيدوزوا اليوم كامل كيتمناو داك الشيء اللي خصهم واي حاجه جات على بالو، وغيدوزوا اليوم كامل الطب وقمه السعاده. ومات بما انه فنان غيتمنى كاع اللوحات الاصليه اللي كيتباعوا غاليين وغيعلقوهم في واحد البيت. غيحسوا بانهم عايشين الحياه فاش كيجيبوا اي حاجه كيتمناوها. لكن واخا هادشي كامل كيت كانت كتحس بشي حاجه كانت ناقصاها، هي الامومه. كانت باغيه تولي الاطباء كانوا قالوا ليها صعيب باش تحبل حيت ديجا طاحوا ليها جوج ديال العيال. ومات كان باغي يواسيها وعمل ليها واحد المفاجاه، جاب ليها كامه الاطفال والتواشه ديال الاطفال، وطلب منها انهم يحاولوا عاود يجيبوا شي وليد. هي قالت له انها ما غتستطعش تفقد شي وليد عاود، وعيات من كلام الاطباء اللي ما منه حتى نتيجه. مات مشى للزنقه يبدل الجو، وفاش رجع لقى كيت ومعها بيبي صغير، وقال لها اللي هذا البيت ما خصناش نطلعوا منه شي كائن حي، لان اي حاجه كيعطيها لينا هذا البيت فهي وهميه وماشي حقيقيه. وطلب منها باش تدي هذا الولد للبيت وتخفاه كيف ما تمناته وجابته. فاش دخلت كيت ما استطاعتش تتكلم، ما استطاعتش بانها تسامح في هذا الولد، وقالت لمات اللي هو يتكلف ويخفاه. مات فاش هز هاد الولد في يداه وسمعو كيبكي حتى هو ما قدرش، وعطى ليها الولد ومشى. كيت صافي قالت غتخلي الولد عندها وغيقابلوه بجوج بيهم. ومات كان كيخمم بزاف داك جون دو اللي قتل داك الناس لهاد المنزل. وفاش زاد بحث عليه لقى جون دو قال في التحقيقات باللي واحد البيت في هاد المنزل هو اللي خلاه يقتل هاد الناس. فهنا مات غيمشي عند جون دو للمستشفى د الحماق. فاش غيوصل للاستقبالات غيكذب على ديك الموظفه، غيقول لها باللي هو صحافي
باغي يعمل لقاء صحفي مع جوندو. هاد السيده الموظفه خلاته يقابلو، وفاش تلاقى به مات قال له انا ساكن في المنزل اللي وقعت فيه الجريمه. جوندو فهم سبب المقابله وقال له واش كتستمتع بالقوه اللي كاينه في داك البيت، واش تمنيتي اي حاجه بغيتيها، وزاد نصحو باش يخوي داك المنزل وينسى داك البيت من بالو نهائيا. وقال له انا فاهم باللي هاد النصيحه ما غتعملش بها، حيت انت ذقتي ملذات القوه ديال داك البيت بلا ما تخمم في العواقب. خونا مات بقى جالس كيسمع لهم، استفاد والو من هاد المقابله. من بعد غيمشي في حالته للمنزل، وفاش كان ماشي وقف في ستاسيون ديال ليسانس، وفاش بغى يجبد الفلوس باش يخلص لقى الفلوس ولا رماد وما فهم والو. وفاش رجع للمنزل مشى يقيس الفلوس وبدا كيلوحها في الهواء باش يشوف اش غيوقع ليها. وقبل ما توصل للار كانت كتولي رماد عاود، وغيمشي يجيب واحد اللوحه وغيحطها في العتبه ديال الباب. غادي يشوف باللي النص ديال اللوحه اللي داخل في المنزل هو اللي بقى صحيح والنص الثاني ما بقاش كاين. وهنا غادي يفهم باللي ان اي حاجه تمناوها خصها تبقى في وسط هذا المنزل، واذا خرجت غتفنى ما غتبقاش كاينه. وهنا مات غيطلع للبيت غيبقى يدقدق فيه باش يشوف كيفاش كيخدم، وغيشوف باللي البيت كامل فيه السلوكه مشبكين بحال اللي كاين في لاكاف. هنا في هذه اللحظه غيشوف الزوجه ديالو خارجه من الدار، يقول ليها بلاش لكن هي غتمشي. وفاش خرجت الولد بدا كيبكي وتا هي بدات كتبكي معاه، الجسم ديالو بدا كينضج وهي كتغوت معاه. هنا مات غيتدخل وغيمشي يهز الولد، وفاش غيشوفوه غيلقاوه ولا كبير ما بقاش بيبي كيف ما كان. من بعد كيت غتمشي تدوش له وتخليه ينعس. هنا مات غيقول للزوجه ديالو باللي هذا البيت كيحقق الامنيات، لكن حاجه واحده، اي حاجه تمنيتيها خصها تبقى في وسط المنزل، اذا خرجت كتفنى وما كتبقاش. وهما مازالين كيتكلموا شافوا الولد فاق وجالس كيشوف فيهم، وداز الوقت على هذا الحال. وكيت كتعامل هذا الولد على اساس انه ولدها، وسماته شين، وقنعته باللي هو عيان وخصو يبقى وسط هذا المنزل وما يمشي حتى شي بلاصه وما يمشيش للزنقه، حيت تما كاين الجراثيم اللي يمكن تاذاه ويتسبب له الموت. وخونا مات كان كل التخميم ديالو كيفاش كيخدم هذا البيت، وجاب حتى واحد البيستوله باش يحمي نفسه والزوجه ديالو في حاله اذا وقعت شي حاجه. لكن كيت كان التخمم ديالها هو كيفاش ما تخليش شين يمشي للزنقه، وكانت كتسد جميع البيبان وحتى الطيقان باش تخلي شين محبوس. من قوه بدات كتبغاه، كانت كتخاف عليه من اي حاجه، حتى داك الثلج اللي كان كيعجبو ياكل، وكانت كتقول له سنانك غيتآداو اذا بقيتي كتمضغ الثلج. حتى واحد الليله شين غيخلي كيت ومات ناعسين وغيمشي لذاك البيت وهما جالسين غيشوفوا الضو مشى وجا. فاش غيدخلوا لذاك البيت غيلقاو تما غابه تحولت على حساب الخيال. وشنو تمنى داك الولد شين؟ مات مشى خرجو وغوت عليه، قال له ما تبقاش تدخل لهنا، وسد داك الباب بالمفتاح. وقال للزوجه ديالو صافي هذا البيت ما غيزيد يدخل له حتى حد، حيت شين ولا دونجي، يمكن يتمنى شي سباع ولا يتمنى شي تنين ولا يتمنى شي حاجه اللي يمكن تاذينا كاملين. وهما باقيين كيتكلموا غيصوني التليفون، شين غيجاوب وغيكون المتصل هو جوندو من المستشفى د الحماق، وغيكون عارف التليفون ديال المنزل حيت ديجا كان عايش فيه. فاش غيجي مات غياخذ التليفون من شين وغيجاوب. هنا جوندو قال له كيبان باللي تمنيتو من البيت شي بيبي وباينه مشى للزنقه باش ولا طفل، وهذا الشيء اللي غيوقع اذا زاد خرج من المنزل. الطفل غادي يشيخ وغيموت، لكن كاين واحد الحل اذا بغيتو الطفل يعيش حياة طبيعية وما يموتش اذا خرج للزنقة. كيت كتسمع المكالمة كاملة من التليفون الثاني اللي كاين الفوق. جوندو غيقول للمات اللي اذا بغيتي الشيء المصنوع يعيش ولا بد يموت الصانع، يعني اللي تمنى هذا الطفل باش جابوا للوجود وجابوا للحياة خصو لازم يموت هو باش يعيش الطفل. ويمكن شين مع الوقت يقتله باش يعيش هو ويتحبس في المستشفى د الحماق. هنا مات فهم باللي جوندو حتى هو خلق في هذا البيت وهو اللي قتل الناس اللي تمناو انه يجي باش يبقى عايش. عليها جوندو ما عنده حتى سجلات دولة، يعني لا حالة مدنية ولا بطاقة وطنية. وفاش كانت كتسمع المكالمة بدات كتبكي ودارت واحد الصوت. مات فهم باللي هي سمعت المكالمة كاملة، وفاش مشى لعندها لقاها خدات الطوموبيل ومشات. خونا مات بقى مع شين في المنزل، وشين بقى كيسولو دابا وساعة فينا هي ماماه. مات فقد الاعصاب ديالو وتعصب وقال له باللي انت ماشي حقيقي وانت واحد الحاجه وهميه، وهذيك ماشي ماماك وانت ما عندك لا اب لا ام. وقال له اذا خرجتي على هذا الباب غتموت حيت انت ماشي حقيقي. شين فاش سمع هذا الكلام خاف من مات وطلع في حاله لبيته. كيت رجعت في حالها للدار وقالت الزوج ديالها باللي هي كانت محتاجه شويه د الوقت تخمم في داك الشيء اللي سمعت، وهي ما بغاش تزيد تفتح هذا الموضوع. وفي
اليوم التالي شين غيخليهم ناعسين وغادي ياخذ المفاتيح ديال المنزل. وهنا مات غيسمع الصوت ديال الباب. فاش غينوضوا يشوفوا شكون اللي فتح الباب غيلقاو الحوايج تشين مليوحين والصوت جاي من الصاله. فاش غيشوفوا غيلقاو شين ولا شاب وتزاد الحجم ديالو وقابض في يده السلاح كيهدد فيهم. قال لهم هو ما كيبغيش مات وباغي يقتلو وباغي يبقى غير مع ماما. هاد اللحظه كتبغى تمشي تهدي فيه وتكلمه. هي باقا كتكلم معاه غيهجم عليه مات باش يدي منه السلاح. كيت غطيح وغتسخف وهي كتشوفهم كيدابزوا بجوج. وفاش فاقت لقات مات جالس حداها يطمن عليها وسولاتو شنو وقع لشين. قال ليها باللي بغى يحيد له السلاح وجات فيها القرطاسه ومات. وهو خدا الجثه ديالو الزنقه باش تختفي. من بعد غتخرج تشوف البلاصه اللي اختفت فيها الجثه ديال شين. من بعد غيهز مات ويدخلوا في حالهم. هنا غيبان مات الحقيقي السخفان في المنزل ويقلب عليهم ما غيلقاهمش. وغيمشي لديك البيت غيلقى الباب مسدوده ويقلب على المفتاح ما غيلقاش. وفهم باللي شين وكيت كاين لداخل وشين سد الباب من داخل وغيبدا يحفر باش يدخل. وفاش دخل لقى باللي شين تمنى يولي نفس الشكل ديالو وتمنى نفس التصميم ديال المنزل ديالو نسخه تبقى الاصل. يعني الغابه والمنزل ولاو كاملين في داك البيت وهميين وكيت في وسطو. في هاد اللحظه غيخطا شين وغياكل الثلج حداها. وكيت غتفهم باللي مات مستحيل يمضغ ثلج. شين هو اللي كان كيعملها. شكت فيه وشين غيحاول معها حيت سحاب له باللي هكذا غتبغيه وهي بغات تتعلق منه. وفي نفس الوقت مات الحقيقي وصل للمنزل الوهمي اللي هما فيه. لقى المنزل نسخه تبقى الاصل للمنزل ديالهم اللي هما عايشين فيه. وفاش غيدخل مات المنزل كيت غتلقى انها فوز جوج ديال مات كاين ما عرفاش شكون هو الحقيقي فيهم. من بعد غتمشي مع واحد فيهم غتعيط شين وغتشوفو كيشوف فيها وغتفهم باللي هي مع شين وماشي مع مات الحقيقي. من بعد غتدفعو وغيطيح وغيسخف وهما غيعلقوا. من بعد غيمشيو للبيت وغيدخلوا في وسط المنزل الحقيقي. مات بقى كيستفزو حتى جا لعندو شين وطلعوه على برا. هنا كيت سدت الباب لكن شين بقى كيزاوق فيها تخليه يدخل. من بعد بدا كيشيخ حداها حتى ولا عجوز ومات ولا رماد. وفاش دازت 30 يوم كيت استعملت تيست ديال الحمل ولقات انها حامله. لكن واش الولد ديال مات ولا ديال شين؟ هنا كيبقى السؤال. وهنا تسالى الفيلم بالخف ديالنا. تحياتي لكم الخوت.